بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعزائي وحبايبي متابعينا الكرام، أهلا بحضراتكم في فيديو جديد. النهارده إن شاء الله يا جماعة هنرد لحضراتكم عن تساؤل عجيب وغريب، تساؤل محير الناس كلها، هو الرومي الأبيض راح فين؟ مفيش في مصر خالص ديوك رومي أبيض، مفيش رومي للتربية صغير، مفيش رومي أبيض كبير للأكل. الناس بتتصل عليا من القاهرة ومن الجيزة يسألوني عن الرومي الأبيض للذبيح. ناس كتير، تجار كتير جدا، بعد ما كنا مثلا نعرف تاجر أو اتنين ونقول يا جماعة اللي يعمل مشروع تربية الرومي الأبيض إن شاء الله احنا هنساعده في التسويق أو احنا بنتعهد له بالتسويق. كنا نعرف مثلا حد اتنين تلاتة من التجار، النهاردة بيتصل علينا يوميا اتنين وتلاتة، يعني اللي من الأقصر، اللي من أسوان، اللي من سوهاج، اللي من المنصورة، اللي من القاهرة. فده إن دل فإنما يدل على إن مفيش رومي أبيض متوفر في الأماكن دي اللي هم متواجدين فيها. عشان كده هم بيدخلوا على النت يسألهم، يعملوا سيرش عن الرومي الأبيض، وبفضل الله طبعا بتطلع أول قناة متخصصة في الرومي الأبيض بتاعتنا. فبيظهر لهم الاسم او الرقم التليفون، فيتصلوا يقول لي انا تاجر وعايز اشيل رومي ابيض. مجرد انه يقول لي انا تاجر، اقول له انت منين؟ يقول من المكان الفلاني. اقول له طبعا ما فيش عندك اي رومي ابيض. يقول صراحه ما دورتش. اقول له لا مش هتلاقي، لان لو في ما كانش حضرتك اتصلت عليا، كنت هتجيب من الاماكن المحيطه بك. يقول لي فعلا. الحاجه التانية، ناس بقى بتتصل عليا من القاهره، من الجيزه، يقولوا كان عندنا مثلا في كفر غطاطي فيه رومي مزارع عندنا، بس انا مش لاقياه، او انا مش عارف اجيبه، ما عادش متوفر. اقول لهم برضو ما تدوروش. بدأ الناس تقول لا لقناه هو، بس اوزان 5 كيلو و4 كيلو، انما الرومي الابيض اللي كان معروف الوزن 20 و25 وبيتقطع اوراق وصدور ده مش موجود. ليه؟ لان مفيش حد دلوقتي مربي. طب هو الرومي الابيض راح فين؟ والانتاج الصغير راح فين اللي هو للتربيه؟ والحاجه التانية سعره غلى ليه؟ الحاجه التالتة الكتكوت طالع صغير ليه؟ الناس طبعا كانت متعوده بنطلع الكتكوت 2 كيلو الا ربع وكيلو وربع وكيلو ونص، مثلا ب 150 جنيه، وممكن كان يبقى ب 140 جنيه. النهارده بنتكلم الناس بتستلم الكتكوت 300 جرام و400 جرام في الاول، او يعني اللي فاهم بياخد على طول، اللي مش فاهم كان يقول لا انا عايز اوزان كبيره. يعني احنا اول ما جينا الاسبوعين اللي فاتوا طلعنا 800 جرام و700 جرام، بعد كده نزل ل 600. الناس تقول لا 600 قليل، انا عايزه زي زمان كيلو وربع. بدأ بعد كده ينزل يبقى 400 جرام. الناس لا ال 400 ليه؟ ما انت كنت قايل 800 يا جماعه، ما كان ال 800 موجود وانتوا ما رضيتوش تاخده. النهارده الكتكوت طلع 300 جرام. الله، 300 ليه؟ ما انت كنت قايل 400. في ناس تانية بتبيعوا الوقت 200 جرام و250 جرام، 200 جرام و250 جرام. اللي فاهم يا جماعة، اللي عايز يشتغل ما بيقعدش يبكي على الماء او على اللبن المسكوب. ليه؟ انا النهاردة هفضل اقول لا انا هستنى لما اخد وزن عالي يبقى ان شاء الله راح عليك الموسم، ولا هتاخد ولا هتعمل. النهاردة اما تاخد الكتكوت يعني ناقص كيلو الا ربع وتنهض بيه، تنهض السوق بيه، تطلع ان شاء الله تسوق على العيد الكبير. ما فرقتش الكيلو الا ربع، ده هيجي معاك في مثلا في اسبوع، في 10 ايام. لكن تفضل قاعد على ما يجي لك بقى الاوزان العاليه، ضيعت على نفسك الموسم. بقول الكلام ده ليه؟ لان انا بقول لحضراتكم مفيش رومي موجود، مفيش رومي هيبقى وزنه كبير. ممكن يكون كمان شهر موجود، كمان 2، كمان 5. لكن انا دايما بتكلم مع حضراتكم على اليوم. انا بقول لك النهارده وانا بكلمك، او لمده مثلا اسبوعين 3، او لمده شهر جاي، لمده شهر كامل، مش هتلاقي رومي ابيض اكتر مثلا من 200 جرام وممكن 100 جرام. ممكن يطلع لك الكتكوت 100 جرام وبنفس السعر ب 150. الرومي يا جماعه زاد من 10 ايام، زاد 10 جنيه، ومن حوالي 4 ايام زاد كمان 5 جنيه. الناس دلوقتي بتبيع الكتكوت ب 160 جنيه وب 150 جنيه، وزي ما قلنا ربع كيلو. فيعني ايه؟ عشان ما نقعدش الناس نرد عليها كتير، وكل واحد يقول هو ما عادش الرومي بتاع زمان اللي هو كيلو وربع بيجي. طب انا هستنى شويه لما يبقى الفرخ 800 جرام. انا بقول لحضراتكم لو انت ناوي تشتغل
لو انت عايز تبدأ الدورة بتاعتك اعتمد على الله، ما تقعدش تنتظر. انا بكلم الكلام ده للمربين. لكن طبعا لو حد عايز مثلا 10 حتت 20 حتة 5 حتت للبيت عنده وعايز يستنى شهرين 3 هو حر. لكن احنا بنتكلم لو حضرتك يعني واخدهم تسترزق فيهم، تاكل فيهم عيش، تعملهم مشروع تسمين، اعتمد على الله واشتغل. ما تنتظرش الاوزان. ما تقولش ازاي يبقى مثلا 400 جرام وثمنه 150 جنيه. ما فيش رومي يا جماعة. وهنتكلم بقى ونقول ما فيش رومي في السوق ليه. نمرة واحد يا جماعة، ان احنا عارفين طبعا ان بسبب ارتفاع اسعار العلف اللي كان من حوالي 3 شهور وعدم توافر العلف من اصله وارتفاع سعره، الارتفاع الجنوني للاسعار خلى الناس كلها اعدمت او ذبحت قطعان الامهات. فالنهارده انت لسه عايز تدخل تعمل قطيع امهات جديد يبدأ يدخل يعني ينتج لك بيض وتفرخه. فما فيش دلوقتي. فان كان مثلا في مكان او 2 هم اللي ما اعدموش الكتاكيت بتاعتهم الامهات بتاعتهم، فهم مش ملاحقين على السوق. نمرة 2 احنا داخلين على موسم اللي هو شهر، يعني احنا في شهر شعبان، كان من شهر رجب وشعبان رمضان شوال ذو القعدة، كل دي مواسم لغاية اول ذو الحجة. فما فيش فرخ خرج في الشهور دي، يعني ما فيش كتكوت موجود في الشهور دي، لان القطعان كانت اتذبحت، قطعان الامهات. فلو في منتج او 2 طبعا مش هيقدروا يلحقوا على الجمهورية كلها. طب نمرة 2 احنا عارفين ان مفيش استيراد. طبعا ناس كتير بتكذب وتضحك علينا، وحضرتك تتصل سلام عليكم موجود رومي فرنساوي، يقول لك ايوه موجود، وممكن يحلف لك على المصحف كمان. ليه؟ لان حضرتك سألت السؤال غلط. هو الرومي الابيض يا جماعة كله اسمه رومي فرنساوي. لو هو مستورد فاسمه رومي فرنساوي مستورد، ولو هو محلي اسمه رومي فرنساوي محلي. حضرتك بتسأل نص السؤال، تقول له عندك رومي فرنساوي، يقول لك ايوه يا استاذ والله عندي رومي فرنساوي. فانت بتظن ان هو مستورد. الحاجة التانية كمان هم بيبالغوا بقى في الكذب. لو قلت له مستورد يقول لك ايوه مستورد. وانا بقى اجزم لحضرتك ان مفيش رومي مستورد في مصر من 4 شهور او من 5 شهور. برضه الكلام مش على العموم، ممكن بعد كده بعد يومين 3 شهر يبدأ يحصل استيراد تاني. عشان يعني ايه حضراتكم ما تاخدوش الكلمة ان خلاص انا قلت خلاص مصر منعت استيراد الرومي. لا، انا بتكلم الوقت اللي احنا فيه مفيش مستورد. فما فيش مستورد جاي، والانتاج اللي موجود قليل، واحنا داخلين على موسم. يعني 3 حاجات تسببوا ارتفاع سعر الايه الكتكوت الرومي، انه يوصل مثلا 150 و160 جنيه، وفي نفس الوقت الاوزان عالية. ليه؟ لان الراجل مش هيستنى لما يخليه كيلو ولا كيلو وربع. الحاجة التانية يا جماعة، يعني لما حضراتكم حد يعني عايزين نتحلى كلنا بالصبر، لما حد يطلب يقول لي انا عايز 50 فرخ، عايز 100، عايز 10، عايز 3، ويعني اتأخر عنه يومين 3 اسبوع، ما لاقيش بقى التعليقات والواتس وانت فين يا عم الكلام، انت بس كلامنج على الفاضي، او انت بتتكلم على الفاضي، او فين الروم اللي بتقول عليه. انا عشان اوفر لحضرتك النهارده فرخ ربنا عالم انا هجيبه لك ازاي. انا بكلمكم يا جماعه في عتاوله، في حيتان في مجال الرومي، اقسم بالله ما عندهم فرخ. اقسم بالله انا اعرف ناس يعني كانوا اصحاب شركات. كان حد مثلا حبيبنا راجل موزع لجمهورية مصر العربية كلها، وكان بيجي في برامج في التلفزيون، كان يعني الموزع الاول المعتمد في مصر كلها في الرومي. النهارده ما عندوش فرخ. ولما كلمته قلت له اخبار الفراخ ايه عندك؟ قال لي ان شاء الله كمان يومين 3 كده وهيبقى الفرخ ربع كيلو، يعني هيطلعوا ربع كيلو، وهو لسه يعني هو مش عنده ده، لسه مش عارف يوصل له، يعني لما هيجيبه هيبقى ربع كيلو. فكون ان احنا ربنا كرمنا وقادرين نوفر لحضرتك فرخ، يعني ان صبرنا عليك او تأخرنا عليك 3-4 ايام بالهدوء يا جماعة، بالهدوء. الحاجة التانية بقى، يعني لو انا اتأخرت على حضرتك ابص الاقي حضرتك عمال على التليفون وعلى الواتس تبعت ما بتردش ليه؟ ما ينفعش كده يا عم، عبرنا يا عم. يا عم خد بقى الناحية التانية، لما العربية تيجي لحضرتك لغاية عندك، ومش للمرة الألف انا بقول اهو، مش هقول الاسماء، انا مش هقول الاسماء، انا معايا الاسماء ومعايا ارقام التليفونات ومعايا الاماكن. يعني لما العربية تروح يا جماعة من المنصورة، تروح من المنصورة لبني سويف، ويجي الاستاذ كان طالب مني طلب تاني، حد يعني بيقول لي انا عايز رومي
وعايز مثلا حاجة تانية معاه، فالحاجة التانية دي ما كانتش جاهزة، فالعربية راحت له بروم يقول لا يا تجيب لي الاتنين يا مانيش واخد. يرجع العربية من بني سويف. نفس الشيء من الفيوم، حصلت نفس الموضوع، نفس الشيء. العربية لما تروح المحلة ما يردش على التليفون، العربية تروح اسكندرية ما يردش على التليفون. حاجات كتير يا جماعة بتحصل. او يقول معلش اصل انا مش جاهز النهارده، والعربية تروح لناس والله العظيم في بني سويف تقول لا اصل انا كنت بسأل بس. كان في المنيا يقول لك انا كنت بسأل بس. حاجات كتير يا جماعة بتحصل. انا مش عارف الناس جرالها ايه يعني. الناس بتشتغلنا ولا الناس يعني ان قصرنا معاكم او غصب عننا ما بعتناش في المواعيد تزعلوا وتلومونا. وان قدرناكم الكلام طبعا مش للكل، في ناس تتشال على الراس. يعني 99.9 من متابعين القناة يشالوا على الراس. واخص بالذكر يعني الجماعة حبايبنا بتوع بني سويف ام احمد والناس المحترمين، اكتر من اخت والله. وناس بتقدر الواحد وبتقدر يعني الشغل. عشان كده احنا بنقول بني سويف تكرم عشان خاطرها. بس هو فعلا حصل موقف تاني يعني من ناس تانية، يعني عشان بس الناس ما نزعلش تقول بني سويف. لا، بني سويف فيها ناس كتير جدا، والفيوم فيهم ناس كتير جدا جدا محترمين. حاجة تانية يا جماعة، احنا بنتكلم للمرة الالف بنقول ان كتكوت الرومي الابيض ده بيتباع بالواحد مش بالجوز. فلما حضرتك تتصل وتقول لي عندك رومي ابيض، اقول لك ايوه الفرخ بكام، اقول لك مثلا ب150 ب140 ب160 على حسب. فهو معروف انه واحد. لان برضو حصل ان احنا بعتنا للست الطيبة المحترمة ام محمد، برضو ست محترمة جدا جدا، ولكن العربية راحت لها لغاية المنيا واكتشفنا ان الفرخ بكام. الفرخ يا ست ب150 جنيه عشان هتاكل في عيش. نكتشف بتقول لا ده انا بكلمك على الجوز. ده احنا بقالنا 12 سنة في مجال الرومي الابيض، وكان الكتكوت او الفرخ يعني من 12 سنة ب160 جنيه. فهنيجي النهارده بعد 12 سنة نقول ده الجوز ب150. فيا ريت يا جماعة نقدر بعضنا شوية، بحيث يعني ايه زي ما بيقولوا كده خلي شوية عليا وشوية عليك. لكن في النهاية عشان ان كنت قطلت على حضراتكم، في النهاية بنقول مفيش رومي ابيض كبير في السوق. ما تنتظرش لو حضرتك ناوي تبدأ دورتك، ما تنتظرش انك تاخد اوزان 700 و800 وكيلو و100 والكلام ده. اعتمد على الله واشتغل دلوقتي. الحاجة التانية انا بقول لحضرتك كل اللي موجود محلي. في نهاية الفيديو كل عام وحضراتكم بخير. ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير للفيديو، تعملوا لنا اشتراك وتفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.